راجل هولندي حقن نفسه ببكتيريا قاتلة عشان يثبت إن العلم غلط. اسمه ويم هوف، عنده دلوقتي 66 سنة، حي يرزق. وكل حاجة كان بيعملها الأطباء كانوا بيقولوا مستحيل. طلع جبل كيليمانجارو وهو لابس شورت، قعد في حوض تلج ساعة و52 دقيقة، جري نص ماراثون في صحراء ناميبيا من غير ما يشرب ولا نقطة مية. العلماء قالوا شخص استثنائي، جيناته مختلفة. ما رفضش الكلام، بس قال لهم ايه؟ احقنوني ببكتيريا وانا هوقف ردة فعل جسمي. سنة 2014 علماء في جامعة رادبود في هولندا قبلوا التحدي، حقنوه ببكتيريا إيكولاي، طبعا بكمية كافية ان هي تخليه يدخل في حالة حمى او حرارة عالية جدا، والجسم يطلع رد فعل قوي. ويم هوف عن طريق تمارين تنفس هو طورها بنفسه قدر يوقف الاستجابة المناعية دي وهي بتحصل في الدم. وكرروا التجربة على 12 شخص تانيين هو دربهم خلال 4 أيام، بس قدروا ان هم يوصلوا لنفس النتيجة. الدراسة دي انتشرت في واحدة من أهم المجلات العلمية في العالم PNAS سنة 2014. الكتب الطبية قبلها كانت بتقول إن الجهاز العصبي بيتحكم في المناعة بشكل لا إرادي. ويم هوف طبعا بيثبت إن هو إرادي، والفكرة مش عنه هو، الفكرة عنك أنت. الجسم اللي أنت ساكن فيه بيستجيب لإشاراتك أكتر مما أنت متخيل. التنفس مش بس عشان تعيش، دي أداة تقدر تستعملها للتحكم في كمية جسمك. فلو ويم هوف قدر يوقف بكتيريا قاتلة بنفسه عن طريق التنفس، تفتكر أنت ممكن تعمل إيه في صحتك، في القلق بتاعك، في الضغط النفسي اللي عندك، وفي الالتهابات اللي موجودة في جسمك يوميا؟